السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. ده كده إن شاء الله ريفيو سريع للممسحة البخارية البلاك اند ديكر، أشهر ممسحة بتشتغل بالبخار للمزايا الكتير بتاعتها والمواصفات. الممسحة دي بتيجي بسخان بقوة 1600 واط، عكس الموجودة هنا في مصر. في هنا برضو بيتباع منها في مصر يا جماعة، اللي بيتباع اللي هو 1300 واط، لكن اللي معانا دي اللي هي ال 15 في واحد 1600 واط. طبعا 1600 الواط كل ما يكون أعلى يفرق معانا في قوة التسخين ويفرق معانا في سرعة الإنجاز. ده رقم واحد. رقم اتنين، بيجي معاها فرش مميزة. وطبعا الممسحة دي مشهورة بالجوانتي الشهير بتاعها. زي ما انتم عارفين في شركات كتير بتنزل ممسحة بتنظف الأرضيات وتعقمها بقوة البخار فقط لا غير. لا بنستخدم كيماويات للمرضى اللي عندهم مشاكل في الصدر، ولا بنستخدم كلور ولا ديتول، الحاجات اللي بتأثر على صحتنا وعلى صدرنا، كمان على عفش البيت لأنه بيغير واللون بيتغير شوية. الممسحة دي زي ما قلنا لكم بتيجي بسخان 1600 واط، بتيجي بتانك ميه نص لتر 500 ملي. طبعا ميزة الممسحة دي انها تستخدم للارضيات، كمان اقدر استخدمها للبوتاجازات، هي لها استعمالات كتير. بصوا هنا مثلا بيستخدموها بالجوانتي، مثلا ينضفوا بيها الاسطح البلاستيك، ينضفوا بيها طبعا قطع ازاز المراية، يعني ليها استعمالات كتيرة جدا. الجوانتي نقدر نستخدمه لتعقيم حاجات الأطفال بمنتهى البساطة. نقدر نشيل السخان كده ونستخدمها في أجزاء كتير. خلينا الأول نتفرج على القطع بتاعة الأرضيات. زي ما قلنا لكم، هي أول حاجة بيجي معاها فوط مايكرو فايبر، دي قطعة لتنظيف الأرضيات، وده غيار احتياطي ليها. بمنتهى البساطة بنركبها هنا في القاعدة ونستخدمها كممسحة أرضيات زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كمان القطعة دي مثلثة، دي بتيجي للأماكن الضيقة، يعني مثلا مكان زي هنا كده ما بين 2 حيطة، هي بتيجي القطعة المثلثة دي بمنتهى البساطة برضو ونقدر نستخدمها لتعقيم الأرضيات. بعد كده قطعة القماشة دي بتاعة الجوانتي، بتركب كده على الجوانتي كده بشكل التشيك تشوك كده اهو، هي كده ركبت، وبمنتهى البساطة بدخل ايديا من هنا واستخدم الجوانتي في تنظيف كافة الأسطح. ميزة الممسحة دي إن الجوانتي بيجي بخرطوم لحاله، باقي الفرش بيجي ليها خرطوم مخصوص. طبعا بقى بيجي معاها فرش مميزة كتير جدا. خلينا كده نستعرض معاكم الفرش، بتيجي بمنتهى البساطة. طبعا القطعة دي بيقولوا عليها 3 في 1. ليه؟ لأن أنا دي القطعة دي بيركب عليها ال3 أنواع فرش دول. أدي قطعة، أدي فرشة، وأدي التانية، وادي التلاتة دول بيركبوا على القطعة البيضة دي. بمنتهى البساطة بشيل الفرشة من هنا، اخرجها واركب الفرشة. ميزة الفرش زي ما انتم شايفين كده هنا اهو، يبان في الصورة دي ان في اخرام كده ما بين الشعر بتاع الفرشة دي اللي بيعدي منها البخار، وانا بستخدم الفرشة بدعك بيها بقى الاسطح المتنوعة. طبعا في اشكال منوعة من الفرش، يعني مثلا في النوع الخشن قوي ده اللي بدعك بيه بقى الحاجات المعدن والحاجات اللي عايزه دعك جامد. بصوا كده عامله زي المعدن. في واحده شعرها كده نايلون اعرض شويه، في كمان قطعه رفيعه بالشكل ده. كمان ميزه القطعه دي ان انا بصوا هنا بقدر استخدمها في ان انا اضخ بخار بدون تلامس. يعني مثلا عايز انضف قاعده الحمام من جوه، بمنتهى البساطه اضغط على الزرار ده يطلع البخار من البوز الامامي ده بمنتهى البساطه. كمان بيجي معاها فرشة مدورة بالشكل ده، نقدر نستخدمها لتنظيف البوتاجازات. دي اخر قطعة من احسن القطع. القطعة اللي انا الرفيعة دي بتيجي بصوا كده خطين او صفين، دي انا بستخدمها في تنظيف المجرى بتاعة الالموتال، الحتت الضيقة اللي انا ما بعرفش اوصل لها. اخر قطعة، القطعة دي بتستخدم كممسحة للازاز وللمراية. والقطعة الكاوتش الأمامية دي هي اللي بنمسح بيها الإزاز والمراية. تقدر تركب عليها القطع القماش دي، بستخدمها في تعقيم الملابس مش كي الملابس. فميزة الممسحة البخارية دي معظم الممسحات بتكون أرضيات فقط،
لكن دي مميزة ان انا بمنتهى البساطة اقدر افصل كده الجهاز عن الممسحة السخان، واقدر استخدمه لحاله، اركب فيه الخرطوم ده، واقدر اركب فيه الفرش، ويبقى جهاز محمول امسكه بايديا كده، جهاز محمول استخدمه. فاضل بس كده انا اوريكم بتشتغل ازاي. هنا في زرار الاون والاوف لانها مضخة بخار، بدوس كده عليها، طبعا هي هنا اشتغلت. خلينا الاول نطفيها، هي كده تعتبر لسه ما اشتغلتش بس المضخة هتشتغل. وبعدين انا بتحكم بدرجة ضخ البخار اللي انا عايزها. بصوا كده اللمبة بتاعتها نورت. دي ان شاء الله هنشحنها اسيوط ديروت، عمليتنا طلباها، فقلنا كده نعمل لكم ريفيو عليها سريع. ده كان ريفيو للممسحة البخارية ال15 في 1 بلاك اند ديكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.